مين فيكم يا أصحابي راح الحضانة قبل كده؟ طب تعالوا نسمع حدوتة عن مالك وأول يوم حضانة في حياته. ويا ترى هيكون مبسوط ولا هيكون زعلان وبيعيط؟ كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نقول إيه يا أصحابي؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. صح، برافو عليكم. كان في ولد صغير اسمه مالك. مالك كان عنده شنطة جديدة لونها أزرق وعليها رسمة العربية اللي بيحبها. عارفين العربية الحمراء؟ برافو عليكم، هي دي اللي في الكرتون اللي احنا بنتفرج عليه. وراح مع مامته اشترى اللانش بوكس والإزازة المية بتاعته اللي هياخدها، وكان جاهز ومجهز كل حاجة. في أول يوم حضانة ماما صحته بدري وقالت له يلا يا مالك، النهاردة يوم جديد، النهاردة مغامرة جديدة هنشوف فيها حاجات كتيرة مختلفة وحلوة. مالك كان متحمس لكن في نفس الوقت قلقان شوية. وهو بيلبس هدومه يا أصحابي سأل ماما ليلو هو أنا هبعد عنك قد إيه؟ ماما ليلو حضنته وقالت له مش كتير يا حبيبي، أول ما اليوم يخلص هكون مستنياك أنا وبابا، وكمان هتيجي تحكيلي كل اللي حصل معاك في يومك. أول لما مالك وصل الحضانة يا أصحابي شاف باب كبير عليه رسومات وبلالين. أول ما دخل حس إن المكان غريب عليه شوية، أطفال حواليه بيلعبوا ويضحكوا، بس هو ماسك في إيد ماما ليلو جامد، حاسس إن هو في مكان غريب عليه خالص. لكن الميس قربت عليه وبصوت لطيف قالت له أهلا يا مالك، تعالى نوريك الفصل بتاعك ونعرفك على أصحابك. ماما ليلو قالت له أنا مستنياك هنا آخر اليوم يا حبيبي، ما تخافش. مالك يا أصحابي أخد نفس كبير وساب إيد ماما ليلو ودخل. في الأول قعد على الكرسي لوحده ماسك قلمه ومش عارف يعمل إيه، لكن فجأة ولد صغير اسمه آدم قرب وقال له هو أنت اسمك إيه؟ مالك رد عليه بخجل أنا اسمي مالك. آدم ابتسم وقال له يلا يا مالك نرسم مع بعض، أنا كنت برسم شمس، تحب أنت كمان ترسم إيه؟ ابتدى مالك يبتسم ويبقى مبسوط وقال له طب أنا هرسم بيت. ومع الوقت مالك لقى نفسه مبسوط وبيضحك وبيلعب بالعرايس شوية الخشبية ويبني برج مكعبات مع أصحابه، وكمان رسم وألوان وغنى مع أصحابه ومع الميز بتاعته. كمان بدأ يتعلم حاجات جديدة. ولما جه وقت الأكل الميس قالت يلا يا ولاد نفتح اللانش بوكس علشان ناكل. مالك يا أصحابي فتح شنطته وخرج منها الساندوتش بتاعه اللي ماما ليلو عملته. آدم قال واو ريحته حلوة قوي، فمالك ضحك وقال له تحب الدوق؟ ومن هنا بقوا أصحاب جداد. وفي آخر اليوم أول ما مالك شاف ماما ليلو جري عليها بسرعة وحضنها. ماما ليلو وحشتيني، أنا مش مصدق إني قعدت كل الوقت ده بعيد عنك، بس أنا بصراحة لعبت ورسمت وغنيت واتعلمت حاجات جديدة كمان، وبقى عندي أصحاب جداد، أنا مبسوط قوي. ماما ليلو ابتسمت وقالت له شايف يا مالك الحضانة دي مكان جميل ومليان حاجات تفرح. ومن اليوم ده يا أصحابي مالك بقى كل يوم يصحى بدري يجهز شنطته ويستنى يشوف أصحابه الجداد. وخلصت الحدوتة يا حبايبي. اللي اتعلمناه من الحدوتة بتاعتنا ايه؟ ان الحاجة اللي بنخاف منها ساعات بتكون أجمل مما نتخيل. ومش معنى إن احنا بعدنا عن ماما شوية ورحنا الحضانة يبقى احنا كده لوحدينا ونقعد خايفين، لأ، احنا نتبسط بيومنا ونتعلم حاجات جديدة. وأهم حاجة لما نخلص يومنا نجري على ماما ونحكي لها كل اللي حصل معانا في الحضانة. وقبل ما أقولكوا تصبحوا على خير ما تنسوش تسمعوا حدوتة ماما ليلو. ولو عايزين حدوتة باسمكم ابعتولي في الكومنتات.